بيبدأ فيلمنا بليو وزوجته بيدج واللي بيكونوا خارجين من السينما بعد ما قضوا سهرته، وبيشوف المكان اللي شكله اتغير بسبب تساقط التلج، وبتجري بيدج وبتركب العربية وهو بيحاول يشيل التلج من فوق عربيته، ولما بيدخل بيمسك ايديها وبيدفيها، وبيبقى واضح علاقة الحب والدفى اللي بين الزوجين. وبيقف ليون بالعربية وبيقرب من بيدج، لكن بتيجي عربية كبيرة وبتصطدم بيهم، وطبعا الاتنين بيتصابوا، لكن بيدج اصابتها بتكون اقوى علشان مش رابطة حزام الامان، وبتصطدم راسها بإزاز العربية واللي بتخرج براها بسبب الصدمة، وعلى طول بيتم نقلهم للمستشفى وبيعملوا لهم الإسعافات الأولية، وبيجي أصحابهم علشان يطمنوا عليهم. أما بالنسبة لك أنت فما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك بالقناة لو لسه أول مرة تشوفنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويبقى من الواضح ان اصابة ليو اخف كتير من اصابة بيدج، بس خلونا نرجع مع بعض 4 سنين علشان نعرف علاقتهم بدأت ازاي، وهي ان الاتنين اتقابلوا وهما بيخلصوا اوراق تخصهم في مصلحة حكومية، وبيحصل حاجة زي الاعجاب من اول نظر. واول ما بتروح بيدج عند عربيتها بتفتكر انها نسيت المفاتيح بتاعتها، لكن ليو بيجي وراها علشان يديها لها، وبيشوف ستيكر معهد الفنون على عربيتها، وبيعرف منها انها طالبة فيه وبالتحديد في قسم النحت، وبيتعرفوا على بعض وبيعرفها بنفسه وانه عنده استوديو للتسجيلات الصوتيه، وبينتهزها فرصه وبيعرض عليها لو يشربوا حاجه مع بعض، وبما انها هي كمان مرتاحه له فاكيد بتوافق. وتقريبا كده بيقضوا اليوم مع بعض وبيتعرفوا على بعض اكتر، وبتعدي ايام وبتبقى بيدج شغاله في مطعم، لكن علاقتها بليو بتكبر كل يوم عن اليوم اللي قبله، وبتكبر قصه حبهم. وبنرجع لوقتنا الحالي وبيفوق ليو وبيعرفوه ان مراته الاشعه ظهرت ان عندها نزيف في المخ، وبتتكلم معاه الدكتور وبتحاول تفهمه حالتها، وفي نفس الوقت بتطمنوا عليه. وبيبقى الوضع صعب على ليو انه شايف حبيبته بتعاني وهو مش قادر يعمل لها اي حاجه، وبيلبسها خاتم الزواج بتاعها وهي في الغيبوبه، وبيبقى واضح على ملامحه كل اللي هو حاسس بيه، وبيرجع تاني يسترجع ذكرياته معاها، وبيفتكر يوم جوازه والوعد اللي بيقطعوه على نفسهم هما الاتنين انهم يفضلوا يحبوا بعض ويفضلوا مع بعض مهما يحصل. وبيبقى كل واحد كاتب الوعد بتاعه على قائمه طعام لمطعمهم المفضل، وكل أصحابهم بيبقوا موجودين وبيعملوا فرحهم في متحف للفنون، ولما الأمن بيوصل بيهربوا كلهم وبيجروا، ويبقوا الاتنين بيعيشوا أجمل أيام حياتهم. وبيفتكر كمان لما كان مطلوب منها مشروع للنحت وما كانتش قادرة تكمله، لكنه بيقف جنبها وبيحاول يشجعها وبيقول لها ازاي تيأس وانت عاملة شغل زي الفل اهو، وبيفضل يقول شعر في شغلها وفي العظمة اللي هي عاملاها، فبتقصف جبهته وبتشاور على الشغل بتاعها، اما اللي هو عمال يفتي فيه بتبقى فضلات شغلها، ومع ذلك بتبقى مقدرة مشاعره الجميلة ناحيتها. وبنرجع ليها وهي بدأت تفوق من الغيبوبة اللي كانت فيها، وبيبقى ليو واقف مع الدكتورة وهيموت علشان حبيبته تفوق، وفعلا بتفوق والدكتورة بتحاول تطمنها على حالتها وبتعرفها انها تعرضت لحادثة، بس بتطمنها وبتقولها ان كل شيء تمام. وبتتكلم مع ليو وبتبقى مفكرة الدكتور بتاعها، فبيسألها وبيقولها انت مش عارفاني؟ قالت له اكيد انت الدكتور، وبتعرفه انها مصدعة، فبيروح وبيقعد جنبها وبيعرفها ان هو جوزها، وبتبان الصدمة في ملامحها وبتبقى مش متقبله الحوار كله، حتى لما بتشوف خاتم الجواز بتاعها. وبيخرج ليو من عندها وحالته زي الزفت، وبتكلم مع الدكتوره اللي بتفهمه ان الاصابه في المخ غير اي اصابه ممكن الجسم يتعرض لها، وبتقول انها ممكن تكون فقدت الذاكره بسبب النزيف اللي حصل لها. وليو بيبقى هيتجنن وبقول لها انها مش فاكراها حتى، وبتحاول تطمنه وبتقول له ممكن يكون فقدان مؤقت للذاكره، والايام اللي جايه هي اللي هتحدد حالتها وعلى الاساس ده هيعالجوها. لكن ليو بيبقى مش متقبل ان زوجته وحبيبته ما تعرفوش او تعرف هو مين حتى، وبيبقى هو فعليا اللي في حاله الصدمه. وتاني يوم بتقوم بيدج وبتصحيه وبتعرفه انها جعان، فبياخدها للكافيتيريا بتاعه المستشفى، وهي بتقول له انها عايزه تساله شويه اسئله عنه، وبتتفاجئ منه انها في معهد الفنون وانها نحاته، وبتعرف انها كانت بتدرس في كليه الحقوق، فازاي تبقى في معهد الفنون. وبيبقى واضح ان بيدج فقدت الذاكره في الفتره الاخيره من حياتها واللي كان ظهر فيها ليو، وعرفوا بعض، فبيعرفها انها حولت للمعهد قبل حتى ما يعرفوا بعض. وبيبقى الوضع كله بالنسبه له غريب، حتى انه بيقعد وبيحكي لاصحابه وبياخد رايهم، وبيقول لهم تخيلوا لو الذاكره ما رجعت لهاش تاني ونسيت انها كانت بتحبني او اني بحبها هيبقى ايه العمل. فبيحاولوا انهم يهونوا عليه على قد ما يقدروا. وتاني يوم بيروح لها المستشفى لكنه مش بيلاقيها، فبيسال الممرضه عنها، فبتقول انه تم نقلها لقسم الشخصيات الهامه، وبيستغرب ليو وبيطلع علشان يشوفها، وبيدخل الجناح الطبي بتاعها وبيلاقي ابوها وامها موجودين معاه، وليو بيعرفهم بنفسه وانه يبقى جوز بنتهم. حتى هي بتستغرب ان ليو ما يعرفش ابوها وامها، وبتكلم ابوها معاه وبيقول له ازاي بنته تعمل حادثه وتفضل مده في المستشفى وهو ما يبلغهمش. لكن بيدج بتتكلم وبتقول لهم انتوا ازاي ما تعرفوش بعض، فامها بتتجاهل الرد وبتسال الدكتوره ايه اللي المفروض يتعمل في حالتها، فبتفهمهم الدكتوره ان كل ما رجعت لروتينها اليومي ده هيكون افضل ليها علشان تقدر تسترد الذاكره بتاعتها تدريجيا. فابوها وامها بيتكلموا معاها وكانهم مش شايفين ليو ولا حاسين بوجوده، وبيقولوا لها انهم جهزوا غرفتها في البيت بتاعهم، وابوها كمان بيعرفها انه واخد اجازه علشان يفضل جنبها، لكن ليو ما بيقدرش يسكت
وبقول لهم انتم سمعتوا الدكتوره قالت ايه؟ انها ترجع لروتين حياتها اليوم واللي المفروض انه يكون معاه هو. فالدكتوره بتفض الاشتباك وبتقول لهم انها لسه هتفضل تحت الملاحظه لحد ما يعرفوا هم هيعملوا ايه. وبتقعد بيدج مع ليو وبتقول له ازاي تبقى هي مراته وهو ما قابلش اهلها ولا مره. فبقول لها انت اللي كنت مقاطعهم من سنين. فبتساله بتقول له ايه اللي يخليني اقاطع اهلي؟ فقال لها ان الموضوع ده حصل قبل هم حتى ما يعرفوا بعض. ولما بتساله حصل ازاي فبقول لها انها كانت عايزه تتنقل المدينه وتحاول دراستها لمعهد الفنون بدل الحقوق، واللي كان ابوها مصمم على انها تكمل فيها، وتقريبا علشان كده حصل الخلاف بينهم. فبتتكلم معاه وبتقول ان اخر حاجه هي فاكراها انها كانت لسه بتدرس في كليه الحقوق، وانها كانت مخطوبه لواحد اسمه جيرمي، وانها كمان كانت بتحبه وما بتعرفش تكمل كلامها. فبتقوم وبتطلع، وطبعا الحوار كله بيبقى صعب على ليو اللي بيقوم وراها وبقولها ايا كان اللي انت نسيتيه فلو رجعتي معايا ممكن ساعتها تقدري تفتكريه. فبتتكلم معاه بصراحه وبتقول انها ما تعرفوش، فازاي هتروح وتعيش معاه في نفس البيت؟ وبتقوله كمان ان مفيش دليل واحد يعرفها هي كانت عايشه معاه ازاي او هي كانت حابه تعيش معاه ولا لا. فبقولها هو في دليل اكبر من انك اتجوزتيني؟ لكن كلامه ما بيكونش مقنع ليها. فبتساله اذا كانت بتكتب يومياتها فبيقولها لا. فبتسيبه وبتطلع لغرفتها وبتجهز نفسها علشان تروح مع اهلها، لكن ليو بيجي جاري وبيدخل عليهم وبقولها ان في رساله صوتيه منها هي بعتتها له قبل الحادثه، وبتسمع صوتها وهي بتكلمه وبيبقى واضح جدا من الرساله انها كانت بتموت فيه مش بتحبه بس. وبقولها انت طلبت دليل على نوع علاقتنا مع بعض واديك سمعتي. فبتقول له فعلا واضح من طريقتي اني كنت سعيده. فبتكلم معاه وبقولها انت سبت كليه الحقوق وسبت خطيبك وبيت اهلك قبل حتى ما نعرف بعض، وكل ده كان اختيارك انت. وطبعا الكلام بيكون مش على هوا ابوها ولا امها. اما بالنسبه ليه بيبقى هيموت وحبيبته تفضل معاه، جايز تفتكر وترجع له تاني، وفعلا بيقدر ياثر عليها. وبتقول لاهلها انها شايفه ان الموضوع كويس، خاصه ان ممكن يساعدها في ان الذاكره ترجع لها، وفعلا بترجع معاه. وبيوصلوا عند بيتهم وليه بيدخلها واللي بيكون عامل لها مفاجاه وعازم كل اصحابهم علشان يحتفلوا برجوعها، وببقى مفكر انها لما تشوفهم ده هيساعدها في انها تسترد الذاكره بتاعتها. لكن الموضوع بيجي بالعكس، وبتلاقي بيجي نفسها وسط ناس هي ما تعرفهمش وعمالين يكلموها ويهزروا معاها. فما بتستحملش وبتعتذر وبتدخل لغرفتها. فبيعتذر ليه من اصحابه على الموقف اللي حصل، لكنهم كلهم بيبقوا مقدرين الظروف اللي بيجي بتمر بيها. وبتدخل غرفتها اللي بالنسبه لها اول مره تشوفها، وبيجي ليو وبيعتذر لها وانه كان مفكر انه بكده بيساعدها، لكنها بتفهمه انها راحت بيت مع راجل غريب ولقيت البيت ده مليان بناس غرب، فاكيد بالنسبه لها الموضوع صعب. والتاني مره ليو بيتاسف لها، لكنها بتطلب منه انه يخرج ويسيبها لوحدها، وفعلا بيخرج. وبيبقى واضح ان الموضوع مش سهل على الاتنين. وبيجي تاني يوم وبتلبس التيشيرت بتاعه وبتدخل عليه وبتحاول انها تكون لطيفه، وبتلاقيه محضر لها الفطار، وبتبقى زي رساله اعتذار منه عن اللي حصل الليله اللي فاتت. وبيتكلموا مع بعض وبتعرف منه ان عنده استوديو تسجيلات. وبعد ما بيخلصوا فطار بتقول له يروح هو على شغل وهي هتحاول انها تتعامل، وبتطمنه انه ما يقلقش عليها. فبيطلع لها تليفونها والمفاتيح بتاعتها كلها، وبيأكد عليها انها لو احتاجته في اي وقت تتصل عليه. وفعلا بيسيبها وبيمشي وبيروح شغله، وبيلاقي ليلي اللي بتشتكي من عدم وجوده معاه وانه ساب الشغل كله على كتفها، واكيد ده بسبب الظروف اللي حصلت معاه. وبتفكروا ان عندهم موعد تسجيلات الساعه 3:30، لكنها بترجع وبتساله عن بيدج وبيعرفها انها بخير، وبتحاول انها تتأقلم في الوقت اللي هي بتبقى عماله تدور في البيت على اي حاجه ممكن تساعدها. وبتلاقيه سايب لها علامه على شريط فرحه، وبتقعد وبتتفرج عليه وبتشوف نفسها واللي بيكون باين عليها الحب الشديد لليو. فبتستغرب وبتتاثر في نفس الوقت. وبعد شويه بتخرج وبتدخل مطعم وبتحاول تختار حاجه تاكلها، لكن صاحبه المطعم بتقول لها يعني مش عايزه طلبك المعتاد. فبتستغرب وبتعرفها انها كانت زبونه دايما للمطعم ده، فبتطلب الطلب المعتاد بتاعها. في نفس الوقت اللي بتخرج من المطعم بيكون ليو بيشتري لها ورد، لكنهم ما بيشوفوش بعض. وبيرجع البيت وبيدور عليها، وهي بيبقى واضح عليها انها تاهت ومش عارفه ترجع لبيتها. ولما ليو بيلاقي تليفونها بيعرف انها نسيت تاخده معاها، فبيخرج علشان يدور عليه. اما هي فبتدخل محل وبتطلب تعمل مكالمه تليفون، وبيرن التليفون ليو لكنه بيكون من ليلي اللي بتساله اتاخر ليه عن الموعد بتاعه. فبيفهمها انه مش لاقي بيج ومش هيقدر يروح لها. ده في الوقت اللي بتيجي سوزان ام بيج علشان تاخدها، وبيج بتقولها انها مش حافظه اي ارقام تليفون غير رقمها هي، وبتاخدها وبتمشي. في الوقت اللي ليو بيبقى هيموت من القلق عليها. وانت يا صديقي لو لسه مكمل معايا لحد دلوقتي ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك بالقناه. لكنها في الاخر بترجع البيت وبتبقى لابسه لبس غير اللي طلعت بيه، وشاريه كمان شويه حاجات. فبيسالها كنت فين؟ فبتفهمه ان تفكيرها كان مشوش، وان وقتها ما قدرتش تعرف طريقها للبيت، وانها كمان نسيت التليفون ومش حافظه رقمه. فاتصلت على امها وبتعرف انهم قضوا وقت كويس كمان مع بعض، وبتعرفوا كمان ان هما معزومين على العشاء عندهم الليله دي. وبيبقى باين على ليه انه متضايق من اللي حصل ومن حوار العشاء ده كمان، لكنه ما بيرضاش يضايقها وبيوافق.
ولما هي بتحس بكده بتقول ان كل اللي هي فاكراه دلوقتي هو اهلها، وانها بتحاول تستعيد ذكرياتها علشان تفتكر كل اللي فات معاه، وفعلا بياخدها علشان يوصلها لبيت اهلها، وبتحاول تعرفه اسامي عيلتها، فبيعرفها ان هو فعلا عارفهم، وبيقعدوا مع بعض، وبتعرف ان اختها اتخطبت، وبيتجمعوا كلهم على العشاء، وبيحس ليو انه قاعد وسط ناس بلاستيك من اللي هم بتوع الطبقه الراقيه وكده، وبيقعد بال وبيسال ليو عن اهله، فبقولوا ان اهله ماتوا وما بقاش فاضل له غير بيدج، ولما بيسالوه عن شغله بيعرفوا انه فاتح استوديو تسجيلات، لكنهم تقريبا بيتريقوا عليه بشياكه، وبيقولوا له ان المجال ده اوشك على الانقراض، بس ليو بيتكلم معاهم بعفويه وبتبقى روحه حلو وبيتكلم معاهم بكل بساطه، لكنهم برضو من وجهه نظري بيبقوا ناس بلاستيك، وبياخدوه بيكملوا السهره بره، وبتشاور بيدج الواحده كانت صاحبتها لكنها ما بتردش عليها التحيه، واختها بتقولها انهم متخاصمين من زمان، وبتتجمع مع اصحابها القدام، ومن باب الذوق بتعرفهم بليو اللي بيبقى واقف مش عارف ايه اللي المفروض يعمله بالظبط، لكن اللي بيبقى مش حلو خالص هو ظهور خطيبها الاولاني جيرمي، وبيبان على وش بيدج انها زي ما يكون لسه بتحبه، والمشكله ان جيرمي ده بيبقى عيل بلاستيك هو كمان، وبيتكلم معاها ولا كانه شايف ليو اللي بيبقى فعلا مش عارف يعمل ايه بالظبط. حتى لما جيرمي بيمشي بتكمل بيدج مع اصحابها، وبيقف ليو لوحده وهو حاسس انه غريب عن المكان ده والناس الموجوده فيه، وكل ده بيعمله علشان خاطر يرجع حبيبته. وتاني يوم بيقعد مع ليلي وبيحكي لها كل اللي حصل، وبيقول لها انه كان واقف وشايف مراته بتغزل خطيبها الاولاني، وان هو كان واقف غريب وسطهم، لكنه كمان بيرجع وبيتكلم وبيقول لها انه هو متفاهم الحاله اللي بيجي فيها، بس ده ما يمنعش ان دمه فعلا بيتحرق. فبتتكلم معاه ليلي وبتقول طب ايه اللي هي كانت بتحبه منك لما بتكونوا مع بعض؟ قال لها انها كانت بتحب انه يزغزغها. قالت له طب ما تعمل كده، وبتقول له يحاول يقرب منها زي ما قرب منها اول مره شافها، يعني يبدا قصته معاها من اول وجديد. لكن في الوقت اللي هما بيتكلموا فيه بتبقى بيدج رايحه لخطيبها الاولاني وبتقعد معاه وبتساله هما سابوا بعض ليه، فبقولها ان هي اللي سابته قبل فرحهم بحاجات بسيطه، وبعرفها انها كانت اتغيرت في كل حاجه، لبسها، عيشتها، حتى طريقه كلامها، فبتقول انها مش فاهمه ولا عارفه ايه اللي كان جرالها وايه اللي خلاها تسيب ناس هي بتحبهم وتقاطعهم. ولما بتروح بتفضل ترص كل الصور اللي عندها على امل انها تفتكر اي حاجه منهم، فبيدخل عليها ليه وبيطمن عليها وبيشوف اللي هي بتعمله، ولما بيحاول يعمل زي ما كان بيعمل قبل كده بتتخض منه فبتكسف من نفسه، ولما بترجع تعتذر له بيقول لها ان كل شيء تمام، لكنه فعليا بيبقى جواه نار من احساسه بمراته وحبيبته اللي بقت غريبه عنه بين يوم وليله. وتاني يوم بتطلب منه انها تشوف استوديو النحت بتاعها، وفعلا بيوديها وبتفضل تتفرج على الشغل بتاعه وهي مستغربه، وهو بيفضل يحكي لها كانت بتعمل ايه وبتشتغل ازاي، وبيقول لها كنت بتشغل الموسيقى بصوت عالي وبتشتغلي، وبيروح يشغل الموسيقى لكنها بتزعقله وبتقول يوطي صوت الموسيقى، وفعلا بيروح يقفلها وبيبقى باين عليه انه جاب اخره، وبيبتدي هو وبيعلي صوته وبيقول لها انه بيحاول يساعدها لكنه مش ملزم خالص انه يستحمل اهانتها، وبيعرفها ان الموضوع بقى شاق بالنسبه له هو كمان، وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم بيرجع البيت وبيلاقي ابوها موجود معاه، وتعرفوا انها هتروح تقعد في بيت اهلها الفتره اللي جايه، وبتبقى حجتها ان فرح اختها قرب وهي لازم تكون معاه، فبيطلب منها انها على الاقل تحضنه قبل ما تمشي، وفعلا بتسيبه وبتمشي، وبيبقى كل اللي هو حاسس بيه باين عليه. وبعد يومين بيديله فكره وبيروح وبيقابل بيدج، وبيطلب منها انهم يخرجوا للعشاء، وبيقول لها اعتبريها اول موعد بن، وبيبقى عايز يخليها تعيش التجربه تاني معاه، جايز تحبه وهي على وضعها ده. وفعلا بيخرجوا وبيوريها المكان اللي اتكلموا فيه اول مره مع بعض، وبيروحوا برضه لنفس الاماكن اللي اتوعدوا فيها، وبيحاول يعمل كل اللي عملوه في اول مقابله، وفعلا بيخليها تقضي ليله سعيده، وبيمسك ايديها وبيدفيها زي ما كان بيعمل معاها الاول، وبيوصلها لبيت اهلها، وبيعرفها انه ما حبش حد في حياته زي ما حبها. وبتدخل وبتلاقي اختها اللي بتسالها كانت فين، فبتقولها انها كانت مع ليو، فاختها بتعرفها انها فعلا معجبه بيه، فبيجي بتعيط وبتترمي في حضنها لانها بتحس بمشاعرها متلخبطه بكل الاحوال. وتاني يوم بيجي ابوها وبيعرفها انه قدم لها مره تانيه في كليه الحقوق، والغريب انها بتكون مبسوطه برجوعها مره تانية. وبيجي يوم الزفاف بتاع اختها، وبرضه ليو بيبقى حاسس انه متحاصر بناس بلاستيك كتير، فبيروح وبياخد جنب لوحده، لكن ابوها بيجي وبيقف معاه وبيقول له كويس انه هيقدر يتكلم معاه من غير ما حد يسمعه، وبقول له اكيد انت دلوقتي غرقان في الديون واكيد الحاله الماديه معاك زيرو، وبيعرض عليه انه يخلصوا من كل ده في حال لو وافق وطلق بنته، لكن ليو بيديله على وشه وما بيسكتلوش وبيسيبه وبيمشي، لكنه ما بيلحقش ياخد نفسه، وبيجيله جيرمي اللي بمنتهى السخافه بيفضل يستفز فيه، وبيخلص مخزون الصبر اللي عند ليو اللي برضه بيديله على وشه وبينامه في الارض. وبتزعل بيدج من تصرف ليو اللي بيخرج وراها، وبيقول لها انه ما بقاش مستحمل كل اللي بيجراله، وبيقول لها خلينا واقعيين، انت الذاكره بتاعتك مش هترجع، وانا هفضل الشخص الغريب اللي عايش وسطكم بالعافيه، وبتمنى لها انها تعيش بسعاده، وبيقرر انه ينسحب من حياتها. فبتنادي عليه وبتقول له انها تتمنى تحب شخص في يوم من الايام بنفس الطريقه اللي هو بيحبها بيها، فبيقول لها انت فعلا كنت بتحبيني كده، وبيودعها وبيمشي وبيروح يقعد في الاستوديو بتاعه، وبتيجي ليلي وبتشوفه واكيد بتفهم ايه اللي حصل، وبتروح وبتطمن عليه وبيفهمها ان كل شيء خلص خلاص، وبيحكي لها عن اول مره اعترفت له بحبها، وده كان بعد اسبوعين من اول مقابله ليهم،
وبيرجع تاني وبيبص لليلي وبيقول لها المره دي ما قدرتش انها تحبني، وبيقوم وبيمشي وبيفضي الاستوديو بتاعها وبيشيل الحاجات بتاعتها منه، وبيروح فعلا مكتب ابوها وبيوقع على اجراءات الطلاق، وبيبدا انه يعيش حياته، وبيلاقي القط اللي كانت بيجي بتهتم بيه وبياخده تاني يعيش معاه، وبتبقى بيجي هي كمان بتعيش حياتها، لكنها بتشوف صاحبتها لاختها قالت لها انهم متخاصمين، ولما بتلاقيها بتتهرب منها بتنادي عليها، فصاحبتها بتروح لها وبتقول لها هي ما كانتش عارفه توري لها وشها ازاي، وبتعتذر لها وبتقول لها ان العلاقه اللي كانت بينها وبين ابوها خلصت خلاص من زمان، وانهم ما بقوش بيتوعدوا من بعد ما امها عرفت الموضوع، وبتبقى بيجي مش عارفه تجمع الدنيا مع بعضها، واكيد بتبقى مصدومه من اللي بتعرفه، لكن اختها بتوصل، واول صاحبتها ما بتشوفها بتمشي بسرعه وبتتبخر، فبتبص بيجي لاختها وبتسالها هي كمان كانت تعرف، فبتقول لها فبتغضب منها وبتسيبها وبتمشي، وبتروح على طول على امها وبتسالها عن علاقه ابوها وصاحبتها، وبتقول لها اكيد علشان كده انا سبت البيت وبعدت عنكم، وانهم دلوقتي بيكذبوا عليها وبيعيشوها في ماضي من تاليفهم، وبتقول لها زي مستحمله وهو كان بيخونك مع صاحبتي، فامها بتفهمها ان ما كانش قدامها غير انها تختار انها تبعد عنه، وساعتها هتبعد كمان عن بناتها او انها تفضل، ويفضلوا كلهم مع بعض، خاصة وانه اعتذر ليها وعرف غلطته، فقررت انها تغفر له غلطته، وده بسبب انه بيحبها وهي كمان بتحبه، وتاني يوم بيرجع ليه للبيت بتاعه علشان يلاقي بيجي قاعدة مستنياه، فبيطمن عليها وبيسألها ايه اللي حصل، وعلى طول بتسأله وبتقول له اذا كان يعرف بقصة ابوها وصاحبتها، فبقول لها ايوه كنت عارف، فبتستغرب وبتقعد وبتقول له طيب ما قلتليش ليه، فبيقعد جنبها وبقول لها لو كنت قلت لك كنت هكون السبب في انك تبعدي عن عيلتك مره تانية، وبيفهمها انه فعلا كان عايز يخليها تحبه تاني، لكن اكيد مش بالطريقه الخسيسه دي، فبتبص له باعجاب وبتقول انها فعلا فكرت في انها تبعد عنهم تاني لكنها ما قدرتش، قال لها خلاص خليكي معاهم وما تبعديش عنهم، وبتبص له باعجاب تاني، وبتعدي الايام وبتبقى بيجي موجوده في محاضره قانونيه، لكنها بتبقى سايبه الدنيا كلها وعماله ترسم، وبتتقابل مع جيرمي واللي بتبقى برضه شافت شخصيته على حقيقتها، ولما بيطلب منها انهم يتجوزوا هي اللي بترفض، ونفس الشيء بتروح وبتقابل ابوها وبتقعد تتكلم معاه، وبتعرفوا انها قررت تسيب كليه الحقوق وهتاخد شقه لوحدها تعيش فيها، فبيزعل ويقولها هتعيد اللي عملتيه قبل كده تاني، فبتعرفوا ان المره دي الموضوع مختلف، وانها مش هتبعد عنهم او تنفصل، الموضوع كله انها عايزه تعيش حياتها بطريقتها هي، وبتوعده انها فعلا المره دي مش هتكون بعيده عنهم، وبيعدي وقت كبير وبتبقى بيجي ركزت اهتماماتها بالحاجات اللي هي بتحبها، ونفس الشيء ليو بيرجع وبيستقر وبيشوف شغله، وكل واحد بيعيش حياته بطريقته ولوحده، ولما بتيجي بيجي تطلع الادوات بتاعتها بتلاقي جواهم قائمه الطعام اللي كانت كاتبه فيه الوعد اللي وعدته ليو يوم جوازه، بس المره دي بتحسه اكتر من اللي شافته في الفيديو، وبتبص على التلج اللي بينزل على الشوارع في الوقت اللي ليو بيبقى رايح للمطعم اللي كانوا متعودين ياكلوا فيه سوا، لكنه بيلاقيه مغلق بسبب حالة الجو، ولما بيجي يرجع بيشوف بيجي اللي جاية هي كمان لنفس المطعم، وبيقفوا يسلموا على بعض، وبيعرف منها انها عايشة في المدينة لوحدها بقالها 6 شهور، وبتعرفوا كمان انها رجعت لمعهد الفنون، وبتشكره، فبقول لها انه ما عملش حاجه تشكره عليها، فبتقول له انت عملت كل حاجه، وكفايه انه كان متقبلها زي ما هي مش زي ما هو عايز، فبقول لها انه مش عايز غير انها تكون سعيده وبس، وبتعرفوا انها كانت بتسال عنه من وقت ما رجعت تعيش لوحدها، وعرفت انه ما وعدش واحده تانية غيرها من يوم ما بعدوا عن بعض، فبيفرح باهتمامها بيه، وبيسالها هي كمان اذا كانت ارتبطت ولا لا، فبتقول له لا، فبيفرح اكتر، وبتحاول تفوق نفسها وبتقول له طب ما فيش مطعم تاني غير ده كنا متعودين نروح له لو ده مقفول، قال لها فيه، وقبل ما يمشوا ويروحوا له بيقول لها طب ايه رايك لو رحنا مكان ما رحنالوش قبل كده، وتبقى دي اول مره نروح فيها واحنا سوا، فبتوافق وبيمشوا مع بعض، وبتبقى الحكايه شكلها هتبدا من اول وجديد. اما انت صديقي لو عجبك ملخصنا للفيلم ما تنساش تقول لنا رايك في التعليقات علشان اكيد ده يهمنا، وتدعمنا بلايك، وتشترك بالقناه لو لسه اول مره تشوفنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.